السلام عليكم. جيت نعاود قصتي وبغيت نشكر الحقيبة اللي لاقتني بحب قلبي. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان ان شاء الله يا ربي. كما العاده تكونوا بخير وعلى خير. بنات ما غاديش نطول عليكم كما العاده، غنقول لكم غير ما تنساونيش من لي جيم ومن لي صابوني، واللي دايره صابوني تفعل الجرس باش يوصلها الجديد في اقرب وقت. حبوباتي ما غاديش نطول عليكم، غنقول لكم بسم الله على بركه الله في قصتنا جديده. في الأول كنوجه تحية كبيرة 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 لناس الجزائر. الحمد لله حنا خاوة، ما عنديش الفرق، ولو أنا مغربية ما كاينش الفرق بيناتنا، حنا الحمد لله خوت، وفي الإسلام طبعا. هذه قصتي، أنا فتاة من الجزائر، نتمنى إن شاء الله ترحبوا بيا. أنا سميتي رانيا، عشت طفولة جميلة بين أسرة حنينة. أخ ديالي كبير عليا والأخت ديالي صغر مني. كنت ندرس وكانت علاماتي من المتوسطة الجيدة حتى وصلت للثانوية، وين صارت الدراسة جد صعبة. خسرت في العام الأول، تحطمت معنوياتي، ولكن بفضل عائلتي قررت عاودت وقررت ندرس بقلبي. لكن الصدمة أنه العام الثاني خسرت للمرة الثانية، وفي قانون مدارس الجزائر مرتين إعادة طردوني. وانا دخلت في اكتئاب، حسيت حياتي وقفوا معايا عائلتي، حتى خرجت من هذيك الحالة. نسيت موضوع الدراسة وتلاهيت بالمطالعة والمكياج والتسوق وكتير من الأشياء اللي تحبها كل البنات. عائلتي كانت تحضر لي أي شيء طلبته. في يوم قاعدة مع المكياج، قاعدة معايا وأبي. أبي قدم لي صندوق صغير، طلب مني أني نشوف اش داخله. فتحت الصندوق حتى نلقى مفتاح السيارة، كانت هدية من أبي. فرحت بيها بزاف وكانت من الموديل اللي كنت نحلم بيه. علمني أبي أولويات السياقة في عمري 17 عام، ولكن كان عندي رهاب طرق. في يوم قررت نتخطى هاد الرهاب وذهبت جهة الطريق السريع، لكن دخت وخفت. توقفت حتى نشري الماء، حتى كنلاحظ محفظة رجالية على الأرض. أخذتها وركبت السيارة. رجعت للبيت، دخلت لغرفتي، تركت المحفظة في غرفتي، دخلت درت الحمام، فطرت ورجعت. فتحت الحقيبة وجدت فيها أوراق وهاتف. عيطت لأول رقم لقيته، كان مكتوب فيه أخي. رد عليا، قال لي الو. انا ما حكيتش، ربما خفت وترددت. بقى الو الو، رديت قلت السلام عليكم. قال لي وي. قد لقيت المحفظه في الطريق. قال لي انو نتاع الاخ ديالو، قال انه الاخ نتاعو راح يتواصل معايا لاسترجاع الحقيبه. شكرني وقطع. لقيت الهاتف قرب ينتهي من الشحن ديالو، حطيته في الشاحن وبقيت ننتظر نص ساعه حتى عيط. حسبتها له. في الهاتف رفضت الو وي، كان صوت فيه هبل. قلت له وي، انت صاحب المحفظه؟ قال وي. قلت له وين نتلاقى باش نرجعها لك؟ قال لي نتلاقى وين لقيتيها غدوه. قلت له اوكي. لبست بيجامه ورقدت من موراها. نضت لقيته عيط، عاودت عيطت له بالرقم نتاعي وهو حفظ الرقم. قلت له داك نجي نتلاقاو. رحت بالبيجامه، درت خمار خفيف فوقي وعباءه، ورحت لحقت بقيت في السياره نستنى حتى حبسه الطوموبيل تهبل ويهبط منها واحد طول عرض قبر يهبل. الضحكة تهبل ما شاء الله. للعلم أنا تاني شابة بيضة، شعري كحل طويل، طولي 167. خرجت من السيارة، قلت له المحفظة نتاعك كيما كانت راهي هنا. عطيتها له، شكرني. ركبت السيارة ورجعت للدار. 11 ديال الليل، عيط رقم غريب. ريبونديت الوي، شكون معايا؟ حتى نسمع صوت مول الحقيبة. قال لي ان شاء الله تكوني عرفتيني. قلت له وي عرفتك. قال لي حبيت نشكرك، لقيت الحقيبة كاملة. بقينا نحكوا لي الكامل، عرف لي بروحه. قال لي أنا سليم، 27 سنة. حكينا وكان لطيف بزاف ومحترم. كملنا، قال لي كاش ما تحتاجي عيطيلي. وقطع. رقدت ومن بعدها نسيته. جاز شعبان رمضان ولحق العيد، تفكرته. قلت نعيط له، نعيد عليه. ترددت ما عيطت ليه. قال لي عندي شحال ولا ننتظر تعيطيلي؟ قلت له عيطت لك نقول لك صحة عيدك. بقينا نحكو كتر من جوج سوايع، كلامه خفيف وما يتخطاش حدوده. شويه على شويه حتى ولينا نحكو كل يوم. حتى لواحد النهار عيط لي، كنا نحكو حتى قال لي انا ما نقدرش نزيد نحكي معاك هكا. قلت له كيفاش؟ قال لي نجي نخطب. انا فرحت بزاف لانه كنت تعلقت بيه وحبيته. قال لي داز قبلي. قلت بلا تردد وي باينه. رقدت هذاك النهار وانا فرحانه. في الصباح رحت عند امي، قلت لها كلش. امي قالت لابي، ابي قبل جاو داروا الشوفه الشرعيه، عجبتهم، عجبوني، لا فامي تهبل.
قبلنا جازت الشوفة الشرعية شابة، يا ماتو درنا الخطبة، درنا عرس يهبل، 7 أيام و7 ليالي يهبلو. واش نقول واش نخلي، جوزنا نهار يهبل. حملت مور الزواج بشهرين، جاني لحام على زوجي كرهته، ما كنتش نحملو. جبت له توأم بنات يهبلو، ريتاج وفرح. وهنا تنتهي حكايتي. غزالات، هنا سالت القصة ديال اليوم. ان شاء الله يا ربي ما تنساوش صاحبة القصة من التعاليق الزوينة ديالكم، باركوا ليها بنات، وما تنساونيش حتى انا من التعاليق الزوينة طبعا. يلا غنضرب لكم موعد ان شاء الله في قصة جاية، وسمحوا لي بزاف حيت باينه من صوتي منغنغ مريضه شويه، ما تشوفوا بس. السلام عليكم.